تفضل السي حسن. نحتج اليوم كإدارة تربوية، جمعية مهنية للإدارة التربوية، بمؤازرة من النقابة التعليمية الوطنية، نحتج على السياسة ديال التسويف المماطلة اللي نهجتها وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية في هذا الملف هذا ديال الإدارة التربوية. كنا ما كنا الطبيعي أننا نشتغلوا في المؤسسات التعليمية وأننا ننزلوا الإصلاحات اللي على كل حال كاينه في الخطة الاستراتيجية 15/2030، ولكن للأسف الوزارة ومن خلالها الحكومة لا زالت تتلكأ بعدم إصدار هذا المرسومين المنصفين العادلين لأطر ديال الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا. لا يعقل أنه وزير التربية الوطني يصرح في مؤسسة دستورية اللي هو البرلمان وأمام ممثلي الأمة ويقول بأن المرسومين هي مسألة وقت فقط، وفي نفس المؤسسة الدستورية اللي هو البرلمان يصرح وزير المالية أمام الملأ أمام الشعب المغربي بأنه ليس هناك أي مرسوم ولا مرسومين متواجدين في وزارة المالية. احنا بغينا نتساءلوا الآن السيد رئيس الحكومة، أنتم ترأسون حكومة وعندكم وزراء ديالكم ووزراء كيتناقضوا في التصريحات امامكم، واش هذا الشيء واش حنا عايشين في السيبه؟ نحن في دوله وبالتالي يجب ان تكون بيناتنا الثقه. هذيك المؤسسات ديال الثقه كتعطينا الثقه، كنستمدوا منها حنا الثقه باش كنمروا هذيك الثقه للمواطنين اللي كنشتغلوا معاهم يوميا. لا يعقل انه وزيران يصرحان بتصريحان متناقضان وننتظر ماذا؟ مساله اخرى، نحن في زمن الاصلاح 15/30 وبغيتوا تنزلوا الاصلاح وبغينا ننجحوا كاملين الاصلاح باش بلادنا تنجح في هذا الملف ديال الاصلاح ديال التعليم. والناس اللي كيقودوا الاصلاح في الميدان اللي هما اطر الاداره التربويه ما محفزينش، مهضومين بحقوقهم. كيفاش بغيتوا تنزلوا هذا الاصلاح؟ كيفاش بغيتوا ديروا ليه؟ حنا راه كنقول لك خدامين ما مرتاحينش، كنبغيو هاد البلاد، كنبغيو وطننا، بغينا ننجحوا هاد الشيء، ولكن راكم مفشلين نتوما. مسألة أخرى، هاد المرسومين اللي غتخرجوا اشنو هي الأثر المالي ديالها كاع؟ ما عندها حتى شي أثر مالي، هي مسألة ديال الإنصاف، هي مسألة ديال المهننة، أنه هذاك الإداري يولي مهنة، كيف ما الأستاذ أستاذ، إداري، مفتش، مؤطر إلى غير ذلك. دابا بغيتونا نشتغلوا حنايا ناس ديال الإسناد اللي خدمنا هذه 20 عام 30 عام وحنا باقيين دابا أساتذة وما كنترقاوش. راه فينا اللي عنده 20 عام في السلم حدا السيد الوزير راه باقي ما ترقاش. لا يعقل الإنسان جالس 20 عام ما تيترقاش، واش كيدير؟ شنو الحافز اللي غنعطيوه باش يشتغل؟ ما يمكنش. رجاء حنا راه المكان ديالنا في المؤسسات التعليمية مع وليدات الشعب باش نخدموا بلادنا ونخدموا المؤسسات التعليمية وننزلوا الإصلاح. رجاء هذا الملف يكونوا فيه العقلاء، ما بغيناش شي كل نسمع هذه السياسه لا دار اش من سياسه ولا. حنا بعاد من هذاك الشيء، حنا مسؤولين على تنزيل السياسه ديال بلادنا في المؤسسات التعليميه، مسؤولين عليها. اذا نصفونا رجاء انصفونا باش الاصلاح. وتحيه نضاليه للجميع.